في لعيبه عندنا في الزمالك، ركز بس معايا، ركز معايا والنبي. في لعيبه عندنا في الزمالك لسه راجع جديد، يعني هو كان عندنا ورجع، فاهم؟ هو مش ملاحظ ان هي مش جايه سكه معانا، يعني هو مش ملاحظ ان وجوده في الفرقه مش عامل حاجه. يعني بص على جول التعادل بتاع بيراميدز، بص على جول التعادل، عرضيه، انا عايز اطلع تاني، عايز اطلع الكوره زي ما كنت عايز اطلع الكوره بتاعت عمرو السوليه اللي رجعتها لقفشه، المفروض عايز اطلع، لا ده انا هخليها تطلع لفوق ونروح الكوره نعمل على الكوره كده عشان وليد الكارت يريحها كده ويخش رمضان صبحي يجيب التعادل. حلو، الموضوع انتهى عند كده؟ لا، ده انا هطرد اخر 10 دقايق. اذا انتوا قاعدين ركابكم بتخبط في بعضها وخايفين بيراميدز تجيب التالت، ده انا هضرب الخوف بتاعكم ده في 3 وهطرد. انا والله ما اقصد حاجه اهو، والله ما اقصد حاجه حوده، بس حوده الموضوع مش طبيعي. يعني ده اول ماتش تلعبه معانا وتطرد. الجول التاني حضرتك المتسبب فيه بنسبه 70%. طب ايه تاني يا حوده؟ ما احنا ما علينا، يعني ما علينا. ربنا يوفقك يا حوده، انت لعيب محترم. تعالى بقى اكلمك على نقطه مهمه جدا واقول لك ان اقسم بالله احنا عندنا مدير فني. انا فهمت خطته، فهمت ايه خطه ان انا بلعب بديفندر واحد في نص الملعب. وبعدين بص، اقسم بالله اسوريو بينزل يهاجم، كسب يقول لك انا بحب اللعب المفتوح الجميل، خسر يقول لك ما انا اللعيبه اصل بدنيا وكان في مساحات ورا بس، انما خطه، انما استراتيجي، انما في محاضره بتتقال، لا 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 لا. كل من يستحق الشكر اليوم دونجا اللي ياما انتقدته بس ياخد حقه. دونجا نجم من نجوم الماتش النهارده بعد نزوله. مصطفى شلبي شرحه. مين تاني غير دونجا ومصطفى شلبي؟ وجهه نظري هم دول بس الاثنين اللي ينفع اتكلم عليهم، يعني هم دول الاثنين ينفع اتكلم عليهم. انت جاي بتنزل شيكابالا وانا كسبان 2-1، طب هو شيكابالا هيعمل ايه؟ ما هو برضه دي جمله انت لازم تسالها لنفسك، ده سؤال تساله، هتنزل شيكابالا يعمل ايه؟ يعني انت تعادلت النهارده، الحمد لله، اقسم بالله تعادل بطعم الفوز، اقسم بالله، بس هو في الاول وفي الاخر تعادل لمصلحه الاهلي. انت فقدت نقطتين وبيراميدز فقد نقطتين. احلى نتيجه للاهلي ان الزمالك يفقد نقطتين وبيراميدز يفقد نقطتين. لو سالته قلت له طب بيراميدز تكسب الزمالك، يقول لك لا، التعادل الاثنين، ده ياخد نقطه وده ياخد نقطه، عشان انا ابقى 3 وده 1 وده 1 بس. انما بالمنظر ده وبالشكل اللي انا شايفه ده، انا نازل بدافع قدام بيراميدز في اول الشوط الاول بدافع. لا مش جايبه نتيجه وبيراميدز زي زنقاني في ال 18، زنقاني في ال 18، ملهاش حل تاني. فرص ضايعه بالجمله، كله بيضيع. وخرجنا الشوط الاول 1-0 عشان الحيطه تتفتح كده وعبد الله السعيد يركنها. الحيطه اتفتحت كده الجون الاول. الشوط الثاني قال لك لا بقى، نزل يا باشا 5-6 لعيبه، قام مطلع 2 من نص الملعب. هو خلاص بقى لعب بخطته اصلا اللي خاف يبدا بيها، جت معاك كده وجبت جونين في ربع ساعه. ممكن تكمل على نفس المنوال، لا اللعيبه من نفسهم رجعوا نفسيا. وهو منزل شيكابالا يوم محمود علاء يطرد، اعيش ربع ساعه من اسود الاوقات اللي عشتها بسبب اني مضغوط. مش بدل ما انا كسبان اقوم مأمن بقى بمدافع ثالث. انا كسبان 2-1، بدل ما انزل شيكابالا ده انا اشوف مدافع ثالث، اشوف ديفندر اخليه يلعب ليبرو متقدم. لا ده انا هنزل شيكابالا. فانا وجهه نظري ان احنا عندنا مدير فني على قده. خلاص بقى انت اتكشفت على قدك قوي. النهارده اول مره في حياتي اقول الزمالك يتعادل تعادل بطعم الفوز. ايوه تعادل بطعم الفوز امام بيراميدز. وبس في لقطه انا بقى عايز اركز عليها عشان دي مهمه قوي. يوسف اسامه نبيه وهو نازل، عشان اقول لك الشيزوفرينيا اللي احنا بنعيشها في الوسط الرياضي. يوسف اسامه نبيه وهو نازل، حد فيكم سمع هتافات وبعد الهتافات قام الميكروفون مقفول، قفلوا الميكروفون على صوت الجماهير؟
جماهير نادي الزمالك وهجوم على يوسف اسامه نبيه. جماهير الزمالك اللي كانت موجوده في الملعب وهجوم على يوسف اسامه نبيه فور نزوله الى ارض الملعب. هجوم ضاري لدرجه ان قفلوا الميكروفون عشان الصوت بتاع بقى الشتايم او صوت البتاع ده ما حدش يسمعه يعني. طب يا جماعه، هو دلوقتي لما جماهير الاهلي بيكون ماتش الاهلي وبيراميدز وجماهير الاهلي بتقعد تشتم في رمضان او بتهاجم رمضان او واحنا بنيجي نتكلم في سؤال بقى، واحنا نيجي نقول هو عمل لكم ايه؟ طب يا جماعه، ما هو يعني لما اتحطيت انت في نفس موقفه وعملت نفس التصرف، لما اتحطيت في نفس موقفه وان لعيب من عندك سابك عشان الفلوس وقام رايح لبيراميدز، عملت نفس تصرفه. صح كده؟ مش ده اللي حصل؟ ان حد يقول لي مفيش هتافات اتقالت، يلا بقى بجمله التدليس، دلس وقول محدش كلمه بجمله. لا، فبالتالي لما انا اعمل نفس التصرف اللي ده بيعمله ما اجيش انتقد واقول له انت بتعمل كده ليه، هو عامل لك ايه؟ لان انا عملت نفس تصرفه لما اتحطيت في نفس موقفه. نقطه الزمالك بيكسبها ونقطتين بيخسرهم قدام بيراميدز. انا بقول تعادل، انا بقولها وتعادل بطعم الفوز، تعادل بطعم الفوز قدام بيراميدز المدجج بالنجوم، الفرقه التي لم تحصل على بطوله في تاريخها. خلاص بقى، بيراميدز فرقه ما عندهاش جمهور، بيلعبوا بدون دوافع. لو جابوا مين؟ كريستيانو وميسي ونيمار وبنزيما انتظروا حلقه ناريه على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.